في بالكم اللي المغرب في كأس العرب باش ينتصر في النهائي، باش ينتصر في النهائي، وحتى كان خسر، يعني حتى كان خسر نهائي هو منتصر من كل النواحي. علاش؟ خاطر عنده الشخص هذايا عنده اكثر من 10 سنين وهو يخدم باش نشوفوا المغرب وين وصلت في عام السنة. المغرب عنده اكثر من 3 و4 سنين احتل قارة افريقيا واحتل العالم في الناشئين، في الاقل من 17 سنه، في الاقل من 20 سنه، في اقل من 23 سنه. خدمه عندها اكثر من 10 سنين، من 2014 صنعوا المركب هذايا في المغرب، مركب للناشئين يعيشوا غادي، يقراوا غادي، يترينيو غاديكا، كل شيء غاديكا. خرجوا منه نصيري، خرجوا منه أناحي، وجابوا غاديكا يترينا زياش. عملوا استراتيجيه كامله باش توا شفنا المغرب وين وصلت. وابار هذا الكل انفستيو في الركراكي، وانفستيو في السلامي، وانفستيو في السكتاوي اللي جابوا لهم القاب. هذه استراتيجيه بعد قديش خرجت الريزلتا؟ بعد 10 سنين. واحنا نجيبوا مدرب كل 6 شهور ما عجبناش خدمته نجيبوه على برا. حطوا استراتيجيه واضحه، تو بعد سنين وسنين تلقاو النتيجه. وفوزي لقجع شنو وصل، خرج وقال لهم، قال لهم راهو في 2030 المغرب مش تهز كاس العالم.